بعد الفوز الفلسطيني يوم أمس في خان يونس، المنتخب الفلسطيني لكرة القدم يحقق اليوم فوزا تاريخيا في البطولة الآسيوية المقامة في قطر. فبهذا الفوز المنتخب الفلسطيني يحقق أول فوز في تاريخه أو في تاريخ مشاركاته في هذه البطولة. وأيضا المنتخب الفلسطيني بنسبة 99% بإذن الله حسم بطاقة التأهل لدور 16 لأول مرة في تاريخه في هذه البطولة. ولأول مرة بتاريخ المنتخب الفلسطيني في بطولة بحجم هذه البطولة يحقق الفوز بنتيجة 3 أهداف. ولأول مرة المنتخب الفلسطيني يتعدى تسجيل الهدف في هذه البطولة، فبالعادة لم نشهده يسجل إلا هدف واحد في المباراة. أداء ناري، أداء خيالي، المنتخب الفلسطيني في أداء بطولي ورجولي بالرغم من كل ما يحدث مع فلسطين في هذا التوقيت، وبالرغم من كل ما يحدث مع لاعبين المنتخب الفلسطيني الذين انقطعت أخبار أهاليهم عنهم في هذه البطولة. المنتخب الفلسطيني يقدم أداء جميل جدا، المنتخب الفلسطيني يبدع ويمتع. وأيضا ألف مبارك للمنتخب السوري التأهل لأول مرة في تاريخه في هذه البطولة. ألف مبروك للمنتخب الفلسطيني، ألف مبروك للمنتخب السوري، رفعت راسنا.